عمرك فكرت انك كل يوم بتبيع حتة من عمرك مقابل الفلوس؟ ايوه، زي ما سمعت الكلمة كده بالظبط، احنا بنبيع حتة من عمرنا كل يوم مقابل الفلوس، واحنا راضيين ومتفقين على كده. طيب ازاي؟ انا مش فاهم يعني ايه ببيع حتة من عمري مقابل الفلوس. يعني احنا كل يوم بنروح الشغل ندي طاقتنا ومجهودنا ووقتنا مقابل ان احنا ناخد مرتب اخر الشهر نقدر نعيش منه. طيب متفقين، كل الناس بتعمل كده، مش احنا لوحدنا. طيب المشكلة بقى هنا الأكبر والمصيبة الأكبر، إن الفلوس دي قيمتها بتقل. يعني أنت بتقايض جزء من حياتك، جزء من عمرك، جزء من وقتك مقابل الفلوس اللي أنت سايبها قيمتها بتقل. يعني إيه قيمة الفلوس بتقل؟ كل ما الوقت يعدي على الفلوس وهي في صورة معينة فهي قيمتها بتقل، القيمة الشرائية بتاعت الفلوس بتقل. يعني إيه قيمة شرائية؟ يعني أنا مثلا من سنة لو كان معايا مثلا 1 دولار كنت انا اقدر اشتري القلم ده. لكن القلم ده السنة دي دلوقتي في الوقت الحالي ده انا ما اقدرش اشتريه ب1 دولار، انا لازم يكون معايا 2 دولار عشان خاطر اشتري القلم ده. القلم هو هو، لكن القيمة الشرائية بتاعت الفلوس هي اللي قيمتها قلت. فده عامل الوقت مع الفلوس. الوقت والفلوس بينهم علاقة غريبة جدا ومهمة جدا ان احنا نفهمها. طيب الفلوس قيمتها بتقل ازاي؟ عن طريق عفريت كده اسمه عفريت التضخم. عفريت التضخم ده سواء بقى من شهر لشهر، من 3 شهور ل3 شهور، مرتين في السنة، مرة كل سنة، مرة كل 10 سنين، فهو عفريت بياكل من قيمة الفلوس بتاعتك. تخيل انت بقى كده في الصفقة بتاعتك بتاعت الوقت مع الفلوس صفقة خسرانة. طيب انا اعمل ايه طيب عشان خاطر اتحوط من العدو ده او العفريت ده بتاع التضخم؟ ان انا اغير شكل الفلوس النقدية. طول ما الفلوس شكلها نقدي فهي عرضة للتآكل وعرضة ان قيمتها تقل مع الوقت. لازم تتحوط من التضخم. طيب يعني ايه تضخم اصلا؟ التضخم في ابسط صورة للتعريف بتاعه هو يعني سعر السلعة زاد، الاسعار زادت. ده ابسط تعريف للتضخم. بلاش التعريفات الكبيرة والمكلكعة دي اللي ما نفهمش منها حاجة. سعر القلم زاد، معنى كده ان حصل تضخم في الاسعار. تضخم في الاسعار معنى كده ان القيمة الشرائية بتاعت الفلوس قلت مع عامل الوقت. ممكن يكون الوقت ده على سنة، على سنتين، على 3 شهور، على 6 شهور، على حسب السياسات والاقتصاد العالمي كله، لأن كله مترابط ببعضه. انت ما تفصلش نفسك دلوقتي على الناس اللي عايشين في أمريكا، والناس اللي عايشة في آسيا، والناس اللي عايشة في أوروبا. كلنا عرضة للاقتصاد العالمي، اللي بيحصل هناك بيأثر فينا واللي بيحصل هنا بيأثر فيهم كمان. فاحنا مش بعاد عن التأثير ده بشكل مباشر او بشكل غير مباشر، فاحنا بنتأثر بالاقتصاد العالمي والتأثيرات اللي بتحصل عليه. طيب ايه الكلام الكبير ده كله؟ انا كده بدأت اتوه. لا، نرجع للنقطة، ان في حاجة اسمها التضخم، دي بتقلل قيمة الفلوس اللي معاك. طيب انا اعمل ايه؟ شيل الفلوس من قدامه. شيل الفلوس من قدام العفريت. العفريت بتاع التضخم ده شيل الفلوس من قدامه خالص، غير شكلها. يعني ايه تغير شكلها؟ يعني بدل ما هي ورق، بدل ما هي نقدي، لا، هات بيها شيء اسمه اصل، اسمه اسيد، كلمتك عنه الفيديو اللي فات. الاسيد ده قيمته بتزيد مع الوقت، او على الاقل بيحافظ على القيمة الشرائية بتاعت الفلوس. طيب برضو مش فاهم. يعني مثلا انا جيت دلوقتي معايا 1000 دولار مثلا، او اي عملة، 1000 جنيه، 1000 ريال، 1000 دينار، ايا كانت العملة. هنا للمثال، الألف دي أو ال1000 دولار دي أنا جيت حطيتها في البنك بنسبة فايدة 10%. يعني بعد سنة لو الأسعار زادت بنسبة 10%، فبالتالي ال1000 دولار اللي جوه البنك بقت 1100 دولار. طيب ال1100 دولار هل كده القيمة الشرائية لسه زي ما هي؟ هقول لك أيوة، لأن الأسعار زادت بنسبة 10%، وكمان ال1000 دولار اللي جوه زادت بنسبة 10%، بقت 1100 دولار اللي جوه البنك. تمام. لكن القيمة الشرائية بقت كام؟ بقت 1000 للفلوس اللي جوه البنك. لكن الفلوس اللي بره البنك بقت القيمة الشرائية بتاعتها 900 دولار بس. ليه؟ لأن الأسعار زادت بنسبة 10%. طيب اديني مثال تاني غير ان احنا نحط الفلوس في البنك. مثلا ما عنديش المبلغ الكافي ان انا احط الفلوس في البنك. طيب انا عندي دلوقتي عرضة ان انا المصروفات هتزيد عليا، لان انا دلوقتي الفلوس يا دوب اللي جاي على قد اللي رايح، زي ما بنقول كده، يا دوب المرتب على قد المصروف اللي عندي.
انا مش قادر ادخر ومش قادر استثمر ومش قادر اعمل اي حاجة. يبقى انت لازم تدور على مصدر دخل تاني. قلت لك في فيديو قبل كده لازم انك تتقن مهارة، لازم حتى لو هتروح تتعلمها، في وسائل كتيرة جدا انك تتعلم حتى مجانا، مش شرط انك تدفع فلوس. لازم تتعلم مهارة، المهارة دي تدر عليك دخل في المستقبل، حتى لو على المدى بس البعيد شوية، يعني حتى لو بعد 3 شهور 4 شهور 6 شهور سنة، بس عاجلا أم آجلا هتضر عليك دخل وهتخرج من دايرة الأزمة دي. لازم ترفع من القيمة اللي عندك. أنا دلوقتي بدل ما أنا راجل، خلاص بقى احنا متفقين إن الوقت بتاعنا هو رأس المال، هو ده اللي احنا بنتاجر فيه، بنتاجر فيه مقابل الفلوس. فأنا لازم أرفع القيمة بتاعتي عشان خاطر إن أنا أتخلى عن التجارة في الوقت بتاعي، والتجارة في عدد ساعات اللي احنا بنقول عليها جزء من حياتنا. لا، انا لازم يكون عندي مهارة، مثلا انا راجل سباك، انا راجل نجار، انا راجل حداد، اقدر ان انا اعرض خدماتي واخد مقابل قصادها. ممكن تكون الخدمة دي حاجات بسيطة بس كده هو، وبعد كده هتكبر واحدة واحدة، وممكن تفتح الورشة، وبدل ما انت بتشتغل في ورشة لا يبقى انت كمان عندك ورشة. طيب انا مثلا راجل محاسب، لازم اعرض خدماتي، انا شغال في شركة والمرتب يا دوب اللي جاي على قد اللي رايح، لا انا هبتدي اعرض خدماتي ولو حتى عمليات محاسبية بسيطة، حتى لو بس ان انا اخد القيود واسجلها، حتى لو انا مدخل بيانات بس حسابية لاي شركة، لاي حد من المعارف. لازم ان انا ازود مصدر دخل تاني فوق المصدر اللي عندي. فلازم ان انا احسن من وضعي المادي عشان خاطر ان انا اقدر اخرج من الدايرة دي. طيب انا لو ما عنديش اي خلفية عن اي حاجة، وانا لو ما عنديش اي خبرة في اي حاجة، ويا دوب انا شغال والحمد لله رب العالمين، متفقين مفيش مشكلة. انت لازم تتعلم مهارة جديدة، لازم يكون عندك مهارة، المهارة دي مطلوبة وتجيب فلوس. طيب هتعلم منين؟ زي ما حضرتك كده بتتفرج عليا، زي ما حضرتك كده شايف الفيديو ده، تروح تشوف فيديو بيعلم مهارة، المهارة دي بتجيب فلوس في المستقبل. واليوتيوب مليان والمنصات كلها مليانة، وفي منها المجاني وفي منها المدفوع. روح للمجاني، بدل ما انت مش قادر تدفع دلوقتي تمن كورس، ولا حتى مش قادر يا دوب مصروفاتك على القد وإيرادك على القد، فانت ما قدامكش غير الحل المجاني. اتعلم، وفي مصادر كتيرة جدا ومصادر عربية وما شاء الله الناس كتير. فانت لازم تنوع مصادر الدخل بتاعتك، لازم تخلي مصدر دخل تاني اضافي فوق المصدر الاساسي. وبعد كده هندخر مبلغ، والمبلغ ده هنحط فيه استثمار، هنحطه في استثمار، والاستثمار ده هيحقق عائد، ولو حتى نسبة العائد دي 1%، فهي على المدى البعيد هتعمل معاك فرق كبير جدا. وانت كمان الوعي المالي عندك هيتطور بنسبة كبيرة جدا، وبقى خلاص انت عارف ان كل شيء له قيمة. حتى الوقت بتاعك انت دلوقتي عرفت قيمته، انت دلوقتي بتحسب التمن ساعات اللي انت بتشتغلهم يساوي كام فلوس. فانا يا اما اعلي قيمة الساعة بتاعتي، ان انا اغلي السعر، وانا دي مش هقدر اعملها لان انا راجل موظف، مش انا اللي بحط المرتبات، لكن انا لازم اعلي القيمة بتاعت الساعة بتاعتي، مش التمن بس. لا، التمن ده اللي هو المرتب، انت الساعة بتاعتك بتاخد المرتب ده، لكن انا لازم اعلي القيمه بتاعتي. القيمه بتاعتي بايه؟ بالمهارات بقى، وبالمواهب اللي عندك تطلع، والمهارات تتعلمها. لو ما عندكش مهاره معينه، انطلق، انطلق، ولازم تخرج من الدايره دي. طيب هل في مثلا حل تاني؟ طيب مثلا انا عندي مبلغ صغير، المبلغ الصغير ده انا اقدر اربطه مثلا بوديعة. مش دايما الفوائد بتغطي نسبة التضخم، بس على الاقل لو نسبة الفايدة مثلا 10% والتضخم هو 15، فانت خسران 5% بس. فبدل ما احنا كنا بندور عشان خاطر نغطي 15%، احنا دلوقتي بندور عشان خاطر نغطي 5% بس. فهي الحسبة كده. كل الناس اللي عندها وعي مالي ولسه في مرحلة ما قبل الادخار أو مرحلة ما قبل الاستثمار بتفكر بالطريقة دي. طيب أنا مش عايز أروح مثلا للشهادات أو ربط ودايع في البنك أو شهادات الاستثمار أو الحاجات دي كلها، لا. طيب خلاص، فكر في مشروع صغير،
على قد المبلغ اللي معاك. طب المبلغ اللي معاك ده انا مش هروح اجيب ايجار، ومش هروح اعرف اشتري بضايع كتير ويبقى مخزن ونقل والحاجات دي كلها. مش شرط. اشتري اي حاجة من اي تاجر جملة، واعمل صفحة على الانترنت، واعمل صفحة بقى على الفيسبوك ولا انستجرام ولا حتى يوتيوب، تطلع تعرض الخدمات بتاعتك او تعرض المنتج بتاعك. بسيطة جدا. ما تعقدش الامور، ولازم تاخد خطوة، لان مفيش حد جاي ينقذك. صدقني بجد، مفيش حد جاي ينقذك من الوضع اللي انت فيه. انت بس اللي قادر تنقذ نفسك. وربنا سبحانه وتعالى اكيد، انا متأكد 100% ان هو خلق فيك حاجة هي اللي هتقدر تخرجك من الدايرة دي. فانت آمن بالله سبحانه وتعالى، وصدق في قدراتك ان انت قادر تخرج من الدايرة دي، دايرة الفقر ودايرة العوز ودايرة الحاجة، للبراح شوية. مش بقولك ان احنا عايزين نبقى يعني أثرى الأثرياء في العالم أو في الكرة الأرضية. لا، إحنا عايزين نعيش الحمد لله رب العالمين مستورين، ونكون مرتاحين ماديا، ما نفكرش بقلق وبتوتر يعطلنا عن حاجات كتيرة جدا، ويعطلنا عن الاستمتاع بحياتنا. أنا طولت عليك، لكن كان لازم أقول لك الكلمتين دول في فيديو عشان خاطر أنمي الوعي المالي اللي عندي واللي عندك كمان. لان انا برضو مش بستثني نفسي، يعني انا برضو لما باجي اشرح لك حاجة، انا كمان بستفيد منها زي ما انت بتستفيد بالظبط، وانا اتمنى ذلك يعني ان شاء الله باذن الله. فخد بالك من نفسك، وخد بالك من الحالة المادية اللي انت فيها. اعمل كده يعني ايه، اقعد كده ساعة مع نفسك، احسب كل حاجة بتأني، وامسك الورقة والقلم و... واستعين بالله، وكل شيء هيبقى تمام. ربنا كاتب لك الرزق ان شاء الله. فانت اسعى من ناحيتك، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيدبر الحال. ولكن انت كمان سيطر على المصروفات بتاعتك، سيطر على الايرادات بتاعتك، او اللي هو الدخل او اللي هو المرتب. سيطر على الحاجات دي كلها، حاول تنميها، حاول تفكر في طريقة تخرج من دايرة الاحتياج ودايرة العوز. ربنا يا رب ما يحوجنا لحد، وربنا يا رب ما يحوجنا لأي شيء، ويا رب يكفينا. سلام عليكم.